أهلا بكم معانا. النهاردة بنفتح صفحات كتاب أوراق مطوية للدكتور محمد فتحي عبد العال. الكتاب ده يعني زي رحلة في وثائق ومذكرات قديمة عن شخصيات وأحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث، وبصراحة بيكشف حاجات ممكن تخلينا نشوف الأمور بشكل مختلف. مهمتنا النهاردة إننا نستعرض أهم الأفكار، يمكن تكون صدمة شوية أو مش معروفة قوي من المصدر ده. بالظبط. الكتاب بيعتمد بشكل كبير على الوثائق دي، وبيقدم قراءات خلينا نقول مثيرة للجدل لشخصيات كبيرة زي سعد زغلول، طلعت حرب، وحتى طه حسين. اللي يهمنا هنا هو إزاي الأوراق دي حسب ما ورد فيها طبعا بتختلف عن الصورة اللي احنا واخدينها عنهم. طيب تمام، خلينا نبدأ بسعد زغلول. الكتاب بيجيب كلام من مذكرات محمد علي علوبة باشا، وده سياسي ووزير سابق معروف، والمذكرات دي كتبت سنة 1939. إيه بقى أبرز النقط اللي بيطرحها المصدر عن زغلول؟ المصدر هنا بناء على مذكرات علوبة باشا دي بيثير علامات استفهام حوالين الذمة المالية لسعد زغلول. بيتكلم عن دين مزعم يعني على زغلول لصالح حزب الوفد. المبلغ كبير، حوالي 132 ألف فرنك فرنسي. 132 ألف فرنك، ده رقم ضخم جدا في الوقت ده. ضخم جدا. والمصدر بيقدم تفاصيل تحويلات بنكية بين 1920 و 1921 كدليل يعني على الديون المزعومة دي. ياه. طيب هل الموضوع مالي وبس ولا في أبعاد تانية؟ لا، الكتاب كمان بيتكلم في نقطة سياسية حساسة قوي. بينقل وثيقة بيقولوا إنها منسودة لسعد زغلول، بتقترح إنه أثناء المفاوضات مع اللورد ميلنر إنه يتم عزل السلطان فؤاد. عزل السلطان فؤاد؟ ويتولى ابنه فاروق اللي كان لسه طفل رضيع وقتها تحت وصاية مجلس نيابي. طبعا لازم نقول إن مصطفى النحاس دافع عن زغلول بعدها، وقال إن الوثيقة دي مش صحيحة أو التوقيعات مزورة، بس مجرد وجودها في الكتاب ده لافت للنظر. دي نقطة خطيرة فعلا، وده بيخلينا نسأل السؤال اللي الكتاب نفسه بيطرحه: لو الاتهامات دي المالية والسياسية كانت صح وموثوقة، ليه السلطان فؤاد ما استغلهاش؟ ليه ما قدمش زغلول للمحاكمة مثلا؟ الكتاب بيرجح، وده تحليل منطقي، إن زعامة سعد زغلول كانت كاسحة. شعبيته وقدرته على تحريك الناس كانت يعني أكبر رادع للسلطان. يعني الخوف من رد فعل شعبي عنيف هو اللي ممكن يكون منعه. ده بيوريك قد إيه السياسة وقتها كانت معقدة ومليانة حسابات. تمام، مفهوم. طيب ننتقل من السياسة لشخصية تانية، رائد اقتصادي كبير، طلعت حرب. المصدر طبعا بيذكر الحاجات المعروفة زي دوره في معارضة مد امتياز قناة السويس سنة 1910 وتأسيس بنك مصر سنة 1920. صحيح، والكتاب بيضيف تفاصيل مهمة عن البداية. بنك مصر بدأ بإيه؟ ب80 ألف جنيه مصري. 80 ألف جنيه. مبلغ كبير وقتها أكيد، بس بيوضح حجم التحدي قدام أي مشروع وطني في مواجهة رأس المال الأجنبي اللي كان مسيطر. الكتاب كمان بيتكلم عن توسعات البنك، زي مثلا تأسيس شركة مصر للتمثيل والسينما اللي هي استوديو مصر سنة 25. استوديو مصر بدأ ب15 ألف جنيه بس. برأس مال 15 ألف جنيه. ودوره كمان في خدمة المجتمع زي شركة مصر للملاحة البحرية اللي سهلت الحج سنة 1934. إنجازات عظيمة فعلا ومحدش يقدر ينكرها. لكن الكتاب مش بيقف هنا، بيكشف كمان عن نهاية يعني مش متوقعة خالص لعلاقة طلعت حرب بالبنك. بالظبط، ودي بقى المفارقة الصادمة للمصدر بيركز عليها. سنة 1940 البنك كان بيواجه أزمة مالية بسبب ظروف الحرب العالمية التانية؟ أيوة. حكومة حسين سيري باشا وقتها رفضت تدعم البنك، رفضت تساعد بنك مصر. غريبة قوي، بنك وطني زي ده. الأغرب بقى إن الحكومة فضلت تدعم مين؟ البنك الأهلي اللي كان لسه فيه سيطرة أجنبية كبيرة وقتها. يا للهول. والنتيجة، طلعت حرب مؤسس البنك أجبر على الاستقالة من البنك اللي هو بناه بنفسه. مش معقول، يعني الراجل اللي عمل الصرح ده كله يجبر إنه يسيبه في وقت الأزمة ولصالح بنك فيه نفوذ أجنبي؟ دي حاجة صعبة قوي. فعلا. والكتاب بيضيف نقطة تانية بتزود المرارة. بيشير لأن جنازة طلعت حرب سنة 1941 ما كانش فيها حضور شعبي كبير زي ما كان متوقع. فالمصدر بيتساءل، يعني فين الاعتراف بالجميل؟ فين حفظ الود لشخصية زي دي؟ هل ده تجاهل، نسيان، ولا ظروف الحرب نست الناس كل حاجة؟ أسئلة مفتوحة.
صورة مؤلمة بصراحة، لكن عشان ما نبقاش في الجو ده المصدر بيقدم لمحة سريعة كده، موقف مختلف تماماً عن طه حسين لما كان وزير للمعارف. دي نقطة إيجابية كمثال مضاد. المصدر بيحكي إزاي طه حسين عميد الأدب العربي ووزير المعارف تدخل بنفسه عشان يرجع البطل الأولمبي خضر التوني لوظيفته. خضر التوني البطل المشهور؟ أيوة، كانوا فصلوه عشان غاب وهو بيشارك في بطولات بره مصر بيرفع اسم مصر. طه حسين مش بس رجعوا شغله، لا ده كمان عينه براتب كبير تقديرا لإنجازاته. ده بيوريك إن كان في برضه تقدير رسمي مختلف في حالات تانية. موقف نبيل جدا بصراحة، ويعكس قيمة تقدير الموهبة. الخلاصة من المقتطفات دي اللي بيعرضها كتاب أوراق مطوية إن التاريخ مش حكاية بسيطة بخط واحد. الشخصيات اللي بنعتبرها رموز وأيقونات ممكن يكون ليها جوانب معقدة أو تتعرض لمواقف صعبة أو حتى نكران للجميل. والمشاريع الوطنية الكبيرة زي بنك مصر واجهت تحديات ضخمة مش بس من بره، لا دي ساعات من جوه كمان. فعلا. وده بيخلينا نفكر في السؤال الأخير: يا ترى الاطلاع على التفاصيل دي كلها بتعقيداتها اللي بيقدمها المصدر بوثائقه ممكن يغير فهمنا ازاي للفترة دي وللشخصيات دي؟ وهل إننا نستوعب التعقيد ده بحلو ومره بيدينا رؤية أغنى وأكثر واقعية لتاريخنا؟ سؤال مهم نسيبه للمستمع يفكر فيه.